العقلية بتغير معنى الفشل. عائلة مارتن كانوا بيحبوا ابنهم روبرت اللي عنده 3 سنين، وكانوا دايما يتباهوا بذكائه وإبداعه. مفيش طفل زيه. بعد كده روبرت عمل حاجة لا تغتفر، إنه ما دخلش أحسن روضة أطفال في نيويورك، ومن ساعتها عيلته ما بقوش يتكلموا عنه زي الأول، ومش بيعاملوه بفخر وحب زي الأول. ما بقاش روبرت العبقري الصغير بتاعهم، ما بقاش غير حد شوه نفسه وخجلهم في سن صغير. 3 سنين كانوا بيعتبروه فاشل. زي ما كان في مقال في نيويورك تايمز بيقول: الفشل اتغير من مجرد فعل أنا فشلت لهوية أنا فاشل. وده صح أكتر طبعا في العقليات اللي عندها ثبات. وأنا صغير كمان كنت بخاف إني أكون زي روبرت. وأنا في الصف السادس كنت أحسن واحد في الهجاء، والمدير عايزني أروح مسابقة على مستوى المدينة، بس رفضت. وفي الصف التاسع كنت ممتاز في الفرنسية، والمدرسة عايزاني أشترك في مسابقة كبيرة. رفضت تاني برضو. ليه أخاطر وأتحول من ناجح لفاشل؟ لو أنا مكسبتش هبقى خاسر وهبقى فاشل. في كمان عندنا أرني أليس لاعب الجولف العظيم، كان بيخاف برضو. بعد فترة 5 سنين من الخسارة المتتالية فاز في بطولة كبيرة، وقال كان هيبقى شخص مختلف لو خسر البطولة دي كمان، كان هيبقى خاسر على طول الخط. حتى في عقلية النمو القابلة للتطور الفشل بيبقى تجربة مؤلمة، بس هو مشكلة لازم تواجهها وتتعلم منها. جيم مارشال لاعب دفاع سابق لفرق من يوستا فايكنجز بيحكي موقف كان ممكن يخليه فاشل في ماتش ضد سان فرانسيسكو. هو شاف الكرة على الأرض، مسكها وجري بيها للهدف والجمهور بيشجع، بس جري في الاتجاه الغلط وسجل للفريق المنافس، وكان الماتش متذاع على التلفزيون القومي. كانت أسوأ لحظة في حياته، وكان الخجل قوي جدا. بس في استراحة نص الماتش فكر لو هو عمل حاجة غلط يبقى لازم يصلحها، وكان عنده اختيار: يا إما يقعد يستمر في حزنه أو يعمل حاجة. فراح قام ولعب في نص الماتش التاني، وكان من أفضل ماتشاته، وساعد فريقه إنه يفوز. مش بس كده، ده كمان اتكلم في جروبات ورد على رسائل ناس قدرت تعترف بمواقف محرجة، مواقف حصلت لهم، وده كمان زود تركيزه في اللعب. بدل ما يسمح للتجربة إن هي توصفه وتعرفه، أخدها كنقطة قوة عشان يبقى أحسن لاعب وأحسن إنسان. لكن في عقلية الثبات خسارة الذات بسبب الفشل ممكن تبقى جرح دائم ومؤلم. برناردو لويسو واحد من أفضل الطهاة في العالم في فرنسا، كان في شوية مطاعم كده بياخدوا أعلى تقييم 3 نجوم، وهو كان مطعمه واحد منهم. لكن برنارد في الآخر عمل إيه؟ انتحر. عشان إيه؟ عشان خسر نقطتين، وكان في إشاعات إنه ممكن يخسر نجمة من ال3 نجوم، مع إنه ما خسرهاش، بس فكرة الفشل كانت مسيطرة عليه. لويسو كان رائد من الناس اللي قدموا المطبخ الجديد بدل الصوصات التقليدية بالزبدة والكريمة. كان طاقته عالية جدا، وكان رجل أعمال بجانب مطعمه في بورغندي. كان عامل 3 مطاعم في باريس، وكمان كتب كتب طبخ جديدة وعمل خط تجميد أكل. كان بيقول للناس ساعتها: أنا زي إيف سان لوران، بعمل الأزياء الراقية والجاهزة. راجل موهوب ومبدع، ممكن بسهولة يخطط لمستقبل ناجح، سواء مع أو بدون النقطتين أو حتى النجمة الثالثة. لكن في عقلية الثبات التقييم المنخفض ادى لتعريف جديد لنفسه إنه هو فاشل. في الصيف اللي فات أنا وجوزي رحنا مزرعة خيول، حاجة جديدة خالص، لأني ولا واحد فينا قبل كده اتعامل مع حصان. وفي يوميها اشتركنا في درس صيد سمك،
الصيد بالطعم يعني. وكان بيدربنا راجل صياد كبير عنده حوالي 80 سنة، ورانا ازاي نرمي الخطاف، وبعدين كان بيسيبنا نجرب. بس هو معلمناش كل الدرس، معلمناش ازاي ننهي الموضوع ونوصل لمرحلة الصيد. كنا حوالي 12 واحد، ولا واحد فينا عرف يصطاد حاجة. أنا في الآخر فجأة كده مسكت سمكة قوس قزح، وده طبعا كان ليه رد فعل عند جوزي ديفيد. هو قال لي وهو مبسوط: الحياة معاكي ممتعة جدا. ده رد الفعل رقم واحد. رد الفعل بقى رقم 2: إن هما صحابه كانوا بيكلموه على أساس إن هو حاسس إن أنا ناجحة وإن هو أقل مني، وده كان واضح قوي في كلامهم. بس إن نجاحي عمل فيهم كده. الهروب والغش واللوم مش وصفة للنجاح. بعيد عن قد إيه أي فشل ممكن يكون مؤلم في عقلية الثبات، لكن العقلية دي مش بتديك وصفة كويسة عشان تتغلب عليه. لو كان الفشل معناه إنك مش كفء أو ما عندكش مهارات أو قدرات، يعني أنت فاشل. هتروح فين من الصفة دي؟ في دراسة اتعملت على تلميذات وتلاميذ في الصف السابع، قالوا هيتصرفوا ازاي لو رسبوا في اختبار في مادة جديدة. اللي عندهم عقلية قابلة للتطور والنمو قالوا ان هم هيذاكروا اكتر وهيستعدوا للامتحان الجاي. واللي عندهم عقلية الثبات قالوا هيذاكروا اقل. ليه؟ لو الواحد ما عندوش المقدرة ليه يضيع وقته؟ وقالوا كمان ممكن يغشوا، سواء الواحد يعني معرفش يحل أو ما عندوش المقدرة، لازم يدور على طريقة تانية. كمان بدل ما يحاولوا يتعلموا من فشلهم ويصلحوه، الناس بعقلية الثبات ممكن يحاولوا يصلحوا احترامهم لنفسهم، إن هم يدوروا على ناس أسوأ منهم. كان في طلاب الجامعة بعد ما رسبوا في امتحان ادوهم فرصة يشوفوا امتحانات ناس تانية. اللي عندهم عقلية قابلة للتطور والنمو شافوا امتحانات ناس نجحوا أكتر عشان يستفيدوا منهم ويتعلموا من أخطائهم. بس اللي عندهم عقلية ثابتة اختاروا يشوفوا امتحانات ناس فشلوا عشان يحسوا إن هم أحسن منهم وإن هم متميزين عنهم. جيم كولينز في كتابه Good to Great قال حاجة شبه كده. في عالم الشركات، لما شركة بروكتر أند جامبل دخلت مجال منتجات الورق، وساعتها الشركة المتصدرة كان اسمها سكوت بيبر، استسلمت بدل ما تتحرك وتقف في وشهم. قالوا على الأقل في ناس في المجال حالتها أسوأ مننا. في طريقة تانية للناس اللي عندهم عقلية الثبات عشان يصلحوا احترامهم لنفسهم بعد الفشل، إن هم يلوموا حد أو يلاقوا أعذار يصلحوا بيها موقفهم. نرجع لجون ماكنرو. جون ماكنرو عمره ما كان الغلط بيرجع له، يعني عمر ما كانت الغلطة تبقى غلطته. هو مرة خسر ماتش عشان كان عنده سخونية، ومرة عشان ظهره وجعه، مرة التوقعات ضغطته، ومرة الصحف هجمته. هو ما كانش يعني يحب يبقى ينسب الغلط لنفسه. يعني كان بيقول إنه مرة كان سمين ومرة كان نحيف، مرة الجو برد ومرة الجو حر، ومرة ما اتدربش كويس ومرة اتدرب زيادة عن اللزوم. يعني المهم أن يطلع أي سبب بحيث أن الغلطة ما تبقاش غلطته. وكانت أسوأ خسارة مرت عليه وهو اللي لسه بتقلقه لغاية دلوقتي كانت في بطولة فرنسا المفتوحة سنة 84. ليه خسر وهو كان متقدم على إيفان ليندن مجموعتين ل0؟ حسب كلامه ده، حسب كلام ماكنرو نفسه. والسبب مش هو واحد من مش هو يعني السبب ساعتها في الخسارة مش هو، كان السبب واحد من مصوري NBC شال السماعة بتاعته وبدأ يصدر صوت من جانب الملعب، فطبعا ما كانتش غلطته، فبالتالي ما اتدربش عشان يحسن تركيزه أو تحكمه في مشاعره.
جون وودن مدرب كرة السلة الأسطوري بيقول أنت مش فاشل لحد ما تبدأ تلوم غيرك، يعني لسه ممكن تتعلم من أخطائك لحد ما تنكرها.